جايب لك فيلم اكشن من العيار التقيل. بس قبل ما تتفرج عليه ونبتدي فيه مع بعض، عاوزك تنزل بسرعه تشترك في قناه اسمع فيلم وتقول لي ايه رايك في الفيلم وانت بتتفرج عليه كده اهوت في الكومنتات. يلا بينا نبدا الفيلم. بيبدا الفيلم مع قطر ماشي في الصحراء، وفي ست كبيره قاعده تلعب مع احفادها وعماله تحتفل معاهم، وبتروح للاتنين الجارد ده بتتكلم معاهم وبتقول لهم خلي بالكم الباب دوت في جواه تاج ملكي، خلي بالكم منه كويس، ويا ريت تقفلوا الستاير عشان ما حدش يخش ولا يطلع. فهم بيقولوا لها احنا حاميين وما يمنوع اي حد يطلع ويدخل، وبتسيبهم وبتروح تكمل احتفال مع الاطفال. انما هنا بقى الحرامي نازل بالباراشوت، وده مش اي حرامي، طالما حط حاجه في دماغه هيجيبها يعني هيجيبها. وبتروح لهم تاني وبتقول لهم افتحوا الباب، وفجاه بيتفاجئوا الاطفال جايين وهي جايه معاهم، فبيبصوا بيقولوا لها انت لسه داخله، فبتقول لهم ازاي افتحوا الباب بسرعه يبقى في حاجه. فبيفتحوا الباب فبيلاقوا الحرامي سرق التاج وسايب الحرف بتاعه، وبيطلع فوق بقى عاوز يهرب كده، وبيطلعوا وراه عاوزين يضربوه، وهنا بينط من القطر وبيهرب. ومعانا بقى هنا الظابط حنبلي. ايوه انا زميته حنبلي ليه بقى؟ على طول بيحط نفسه في مشاكل وما بيطلعش، انما على طول اللي بينقذه من المشاكل دي كلها صديقه مالك، اقوى ظابط في الهند ممكن تشوفه، الظابط اللي مفيش اي حاجه بتقف قصاده. ودي بقى احلى واحده فتاكه ممكن تشوفها، هي اللي ماسكه القضيه ديت. بس القضيه شكلها تقيله عليها لدرجه غبيه جدا، قام استدعت اكبر ظابطين جامدين جدا عشان يساعدوها في القضيه ديت، وبتبتدي تقول لهم المعلومات اللي عندها، وتقول لهم احنا قدام حرامي قوي جدا فوق الغايه، على طول عمال يسرق وبيسرق حاجات قيمه جدا، تحف والماظ، وما بيسرقش اي حاجه، وعلى طول بيسيب التوقيع بتاعه. فاحنا بنتعامل مع مجرم جامد جدا، محدش عارف لحد دلوقتي يمسك عليه اي غلطه، وما بيعملش كده سرقه، ممكن سرقتين ثلاثه كبيره قوي في السنه. وعشان كده بقول لكم السي دي بتاعه اللي قدامي اللي هو مجرم جامد جدا. الظابط بيقول لها هو بيسرق اي بلد، يعني كل سنه بيسرق بلد مختلفه ولا لا؟ فهي بتقول له لا طبعا، اللي بيجي في دماغه بيعمله، ده مجرم مجنون جدا. ومالك قاعد بيسمعها وبيقول لها لا طبعا، وبيكلمها بثقه كده وبيقول لها هو عاوز يعمل توقيعه على الخريطه وكده فاضل له بلد فهيروح يسرقها، فاحنا المفروض هناك نعمل له زي الكمين ونستناه ونجيبه. وطبعا لازم نبقى سابقينه بخطوه، طالما هو ذكي كده احنا لازم نروح قبليه ونعمل احتياطاتنا كلها. وهنا بيبقى قاعد بيعمل دراسه للسرقه اللي هيسرقها، وهنا هما الاتنين بيتكلموا مع بعض وهيروحوا بالليل يحتفلوا وعمالين يهيصوا ويغنوا زي ما انتم شايفين. هو هنا بيروح وخلاص وظبط نفسه وبيعمل مكياج عشان يطلع. وهنا بيكون في متحفين فشاكين هو يسرق انهي واحد فيهم، ومالك بيبقى قاعد في متحف معين عشان في حاجات قيمه جدا. انما بقى على مين زي ما انتم شايفين كده وهو متنكر وقاعد واقف في وسطهم كده ومحدش واخد باله خالص. واحد هيقول لي بقى متنكر ازاي؟ ايوه زي ما انت شايف كده واقف في وسط التماثيل ومتنكر ومحدش واخد باله خالص، ومشغل عربيه كده عمال يوجهها بقى كده، والعربيه دي اللي هتخلص له كل المهمات، وماشيه على ايه؟ على جانب اسود كده اهوت محدش واخد باله خالص، وشال الالماظه زي ما انتم شايفين وقام خد بعضه ومشي. فهنا مالك بقى بيتكلم مع المدير وبيقول له ده جامد جدا، فبيقول له باين عليه غالي جدا. اما قال له كان حلو واللي لابسه كانت احلى. اما قال له امال ايه اللي حصل؟ اما قال له كانت بتخانق مره مع جوزها وقامت جايه حاتفاه بيها، والجوهره اللي كانت فيها قامت جايه واقعه. فهنا مالك بيعرف اللي هو مش هيسرق هنا خالص، والعقد ده ملوش لازمه وهيروح يسرق الجوهره. فبيكلمهم ويقول لهم خلي بالكم الحرامي في الفندق التاني وانا جاي لكم في الطريق، قفل كل البيبان وما تخليش حد يخرج. فهنا بيخبط في عامل النظافه فبيقول له في ايه؟ قال له خبطت في عامل النظافه. قال له ازاي؟ انا مدي لكل العمال اجازه، وقفوا بسرعه. فقام جاي موقفه بيقول له ايه اللي جابك هنا النهارده؟ فبيقول له شغال. قال له انت في اجازه؟ قام قال له الكارنيه بتاعك كده. قام قال له خلاص ماشي خد الكارنيه اهو، وهو بيديهوله قام جاي دايس على سائل كده منزله، وقام جاي اداله الكارنيه بتاعه. بيقول له اسمك فين؟ قام قال له ايه؟ قال له اسمك فين؟ قام قال له في ظهر الكارنيه. بيبص كده على الحرف بتاعه بس كان خلاص الماده كلت الغطا، وهو نزل بقى من النقط وطلع من الجنب التاني، وكلهم بيطاردوه محدش عارف يمسكه، ودخل كده بيجري في وسط ناس سبق وابتدى يهرب منهم. وهي هنا زعلانه جايبه اللوم كله عليه وعماله تقول له كان في ايدك ازاي يهرب؟ فهو بيقول لها كان في ايدي كنز كمان وهرب ازاي؟ قامت قالت له احنا هنقعد انا وانت نتكلم وهو زمانه مسافر. وفعلا بقى هو مسافر، فلقى واحد عمال يقول لها انا عاوز اسافر باي طريقه، تقول له التذاكر خلصت. عمال يقول لها انا ورايا بطوله لازم اسافر، وهي ولا بترد عليه. وهو هنا سامع بقى في النشره
الفكره ان الحرامي هيروح يسرق من المتحف اكبر واغلى سيف، فهو استغرب ازاي مسافر وازاي هيعمل كده، فقال طيب والله لا انفذ لهم اللي هم عاوزينه، وقام ادى التذكره لواحد كده هو اللي هو كان عمال يدور على تذكره، وقال له روح حقق حلمك. وهو في الجانب التاني راح عشان ياخد السيف ويشوف هو فعلا كمين ولا ايه، وفعلا ما بيكدبش خبر، بياخد بعضه بيروح، وهم هناك بيبقوا عاملين فعلا كمين كده وهم ما بيهموش، بيدخل جوه، انما في واحده تانية كده بتكون رايحه هي اللي هتسرق الكلام ده، فبيقول لها عندك استني، انت لو دخلتي كده وسرقتي بص ايه اللي هيحصل لك، في ليزر هنا اهوت مأمن المكان كويس، لو دخلتي فيه هيقطع لك ايدك ورجلك وكل حاجه، بص العمله دي ايه اللي هيحصل لها. واول ما رماها كده هم في ثانيه الا ثانيه جم، قال لها الخطه كالاتي، اول ما اقول يلا هنجري على طول، وهي ما بتسمعش منه وبتجري كده على طول، وهو بيوطي والليزر بيموتهم كلهم. وهنا الظابطه بقى جامده جدا وبتوقفها، انما هو بيطير وبيضرب الظابطه، وبيقوم جاي واخد البنت في حضنه ونازل. وطبعا اول ما بتبقى لوحدها بتغير هدومها كده وبتشيل على وشها، وهو بيتسحل كده بيفضل باصص لها ومش عاوز يشيل عينه من عليها، وبيقول واو. تقول له واو ايه، انا مش مصدقه نفسي، انا واقفه قدام اكبر واحسن واحد، انت على فكره مثلي الاعلى، انا على طول كنت ببقى نفسي زيك اسرق من بلد لبلد ومحدش يعرف يمسكني، وما صدقتش نفسي اللي انت تبقى معايا دلوقتي. فبقول لها ايوه وبعدين ايه المطلوب مني، عاوز افهم. فبتقول له مفيش، انا وانت هنبقى شركاء وهنبقى اقوى اتنين واجمد اتنين في العالم. فبيقول لها لا انا عاوز اقول لك اول درس عشان انت شكلك كويسه، الحرامي ما ينفعش يبقى له شريك. فبتقول له بس انا مش اي شريك، انا جامده جدا فوق ما تتخيل. فبيقول لها لا انا هاخد السيف ده وامشي. فبتقول له خده على العموم انا عارفه ان انت هترجعني وانت شفت شغلي وانا مفيش زيي خالص، ونفسي ابقى معاك وانا وانت نبقى جامدين ونكسر الدنيا كلها. فبيقول لها لا انا ما بحبش الشراكه. فبتقول له هتندم. بيقول لها انا عمري ما اندم، وسابها ومشي. فقامت جايه قايله واو شكله تقيل جدا وانا بحب النوع الرجاله دوت وهعرف اجيبه، وقعدت تهيص وترقص وهو كان بيراقبها. فوهي خارجه كده وماشيه لقيت واحد بيلعب نفس اللعبه اللي هي بتحبها بالظبط، قعدت تراقبه وهو بيلعب وتبص كده وتنط معاك انها هي اللي بتلعب وعجبها. وهي ماشيه كده لقيته بينده عليها وبيقول لها انت بتلعبي نفس اللعبه دي؟ بتقول له ايه ده انا جامده جدا فوق ما اتخيل. قال لها لا ما فيش حد زيي. قامت قالت له هنشوف، هنلعب جيم ونشوف مين فينا اجمد. وابتدت تغير هدومها كده وبيلعبوا هما الاثنين ومبصين في عين بعض، وخدت منه الكوره وقامت هوبا جابت في جون في ثانيه الا ثانيه. قام هو جاب فيها 5 6 7 8 تجوان، وبيقول لها انا شايفك متنرفزه وانت بتلعبي، على فكره لعبتنا دي ما ينفعش نبقى متنرفزين فيها ولا اي حاجه خالص، لازم تركزي وقبل ما تعملي اي حاجه طلعي الطاقه السلبيه اللي جواكي. فبتقول له خلاص اتفقنا. فبيقول لها لا ما اتفقناش. فبتقول له ازاي مش عاوزني ابقى معاك برضو؟ فبيقول لها انا عشان ابقى معاكي هتفضلي معايا طول العمر، عمري ما هسيبك ولا اي حاجه خالص، وانا صعب وعاوزك تبقى خيالي وضلي. فبتقول له صدقني هبقى خيالك وضلك، واي حاجه تامرني فيها وتعوزها هتلاقيني فيها. اما قال لها خلاص اتفقنا. وقاموا جايين مسلمين على بعض، وقامت سابته ومشيت وراحت السينما كده. ومين بقى؟ الظابط مالك بتسلم عليه وقاعدين مع بعض بيتفرجوا على الفيلم. طلعت خاينه يا صاحبي، ما كلهم خاينين، بس قشطه بيس مش هو ده موضوعنا. قامت بتقول له انا عرفت اخليه يثق فيا واخليه يقتنع ان انا هبقى معاه، بس عاوز اعرف لو مسكني هيعمل ايه. بيقول لها لو مسك هيعلقك، هيعمل فيه هيقضي عليكي. فجاه كده بتلاقي واحد جه قاعد جنبها، واول ما بيتكلم بتعرف اللي هو ما بيعرفش اللي هي قاعده جنب الظابط. بيديها الفشار ده وبيقول لها امسكي الباسبور جوه بكره هنسافر. فبتقول له خلص قشطه. وهم ماشيين كده راحوا سافروا، وطبعا الظابط بيبقى مسافر وراهم. وفجاه هي بتاخد دش وبتطلع بتلاقي هو جايب لها ظرف وفستان وبيقول لهم البسيها وانزلي. اول ما بتنزل كده بتلاقيه هو مطقم ومجهز العشاء وقاعدين بيتعشوا وبيتكلموا. وبيقول لها انا حاسس الاكل مش عاجبك، لو مش عاجبك قولي عادي ممكن اعمل لك سندوتش تجربي. فعلا عمل لها السندوتش وكلته. فقالت له ايه ده انت في الاكل جامد قوي ما يبانش عليك. فقام ابتسم وضحك كده وقام قال لها على فكره انا جامد في اي حاجه. قامت سابته وقامت خرجت بره. قام ابتدى يخرج وراها. فقام قال لها انا عاوز اسالك سؤال. فقالت له اتفضل. قال لها انت قاعده معايا ومش خايفه كده ولا اي حاجه؟ تقول له انا عمري ما خفت منك، انا بستريح وانا بتكلم معاك، بالذات لما ببص في عيونك كده بحس براحه غريبه مش عارفه ليه، وبحس بثقه وامان كده. بس انا عاوز اسالك سؤال هترد عليا بصراحه؟ قام قال لها اتفضلي. قامت قالت له انت كمان بتثق فيا زي ما انا بثق فيك؟ قام قال لها اطلعي نامي وبكره نبقى نتكلم.
فعلا طلعت نامت، وتاني يوم صحي كده قاعده مستنياه، فلقيته جاي لها بقى بشكله الطبيعي. فقامت قالت له ايه ده، انت شكلك متغير خالص. قام قال لها من النهارده عمري ما هغير شكلي ولا هبقى واحد تاني خالص، وهبقى معاكي في كل حاجه كويس، بس عاوزك تثقي فيا. انت بتثقي فيا زي ما انا بثق فيكي؟ قامت قالت له طبعا. قام قال لها طب لو بتثقي فيا نطي من هنا. قامت قالت له انا اعمل المستحيل عشانك. قامت اتفقت معاه ومسكت ايديه وبتنط معاه كده. قام هو مطلع الحزام وقام جاي رابطها. فبيتكلم الضابط مالك وبتقول له تعالى لي حالا. فعلا قام هما الاثنين اتقابلوا، فبتقول له انا عرفت كل حاجه عنه، وكمان عرفت شكله الحقيقي ايه. فبيقول لها انا مش عاوز اعرف ولا شكله ولا اسمه ولا اي حاجه خالص، انا عاوزه يعمل عمليه كبيره كده تكون جامده وامسكه متلبس وانت اللي هتساعديني فيه. قامت قالت له خلاص قشطه، وبعد ما اعمل كل دوت هتشيل الاحكام من عليا. قام فضل ساكن كده وما ردش عليها. قالت له انا عاوز اقول لك على حاجه، بالرغم اللي هو حرامي بس قد كلمته كده. قام قال لها قد كلمته ها وبعدين. قامت قالت له اما بيقول على حاجه ما بيخلفش. اما قال لها انا شايف اللي انت معجبه بيه، طب انت عاوز تفضلي معاه ولا تفضلي معايا؟ قامت ما ردتش عليه وخدت بعضها ومشيت. راحت بقى قابلت الحرامي، فهما الاثنين ماشيين كده ودخلوا المتحف. فبتقول له ايه اللي جابك هنا؟ فقال لها انا عاوز اوريك احنا هنسرق ايه. فبتقول له طب هنسرق ايه هنا؟ قام قال لها بصي ده اللي هنسرقه. فقالت له انت جايبني عشان خاطر الجنيهات الذهب دي؟ فقام قال لها دي مش جنيهات ذهب، دي اول عمله البشر مسكتها. فقالت له عادي يعني، طب يطلعوا كام؟ قام قال لها يطلعوا 200 مليون دولار. قالت له ايه هنسرقهم امتى، دلوقتي ولا ايه؟ فقام قال لها ماديه حقيره بس عجباني. فقام ابتسمت كده وقامت خدت بعضها وراحت للظابط، وقامت قالت له على فكره بكره هنروح نسرق المتحف انا وهو، واللي هيحصل فيها ياخد الجنيهات الذهب. اما قال لها طب خد الجهاز التتبع ده خليه معاكي. وهو بيبص عليهم كده من بعيد وكان مراقبهم، وهي قاعده كده مع نفسها وعماله تفتكر اللحظات ديت وقد ايه هو بيثق فيها. فهو دخل عليها كده المطبخ فلقاها بتعمل حاجات، فبيقول لها بتعمل ايه؟ فبتقول له بعمل قهوه. اما قال لها طب استنى اساعدك. فقعد عمال يعمل معاه وعمال يتكلم معاه. فبقول لها مش عارف انا خايف جامد قوي من بكره، واول مره خايف كده. فهي بتقول له خايف ليه؟ فبيقول لها ما اعرفش، اللي انا عارفه اللي انا عاوز اخرج دلوقتي. فبياخدها ويوديها الحفله، ومن اللي بيكون هناك مالك. اول ما بيشوفه على طول بيبتدي يفتكر شكله، بيروح يقف جنبه كده وبيقول له عاوز اعرفك على نفسي. فبيقول له مين؟ بيقول له انا مالك. بيقول له وانت مين؟ بيقول له انا الحرامي. فبيبتسم وبيضحك. فبيقول له طب انا عاوز اسالك سؤال، لو ما كنتش حرامي كنت هتشتغل ايه؟ قام قال له ما ينفعش، انت لو ما كنت ظابط هتشتغل ايه؟ قام قال له واو رد مقنع. فقام ضحك كده وقام قال له طب بجد لو انت مش ظابط تشتغل ايه؟ قال له ما ينفعش، انا شغلتي اللي انا ظابط وهقبض عليك بكره. فقام ضحك كده وقام قعد يرقص. تاني يوم قام قعد يتكلم معاها وقام قال لها انا عاوز اقول لك على حاجه، انا اول مره اثق في حد واندم بسببك انت. الظابط عرفني وقعد يتكلم معايا امبارح، وانا عمري ما كان حد هيعرفني، بس بسببك انت كل ده حصل. بس عاوز اقول لك على حاجه، تعالي هنا كده، انا لو هموت احب اموت على ايدك. انا هحط هنا طلقه واحده واضربيها عليا وموتيني. فقالت له انا الخاينه فالمفروض انت اللي تقتلني. اما قال لها انا لما اقول على حاجه هتسمعي الكلام. فقالت له المفروض انت اللي تموتني عشان انا الخاينه. فقام قال لها حاضر، وقام جاي رافع المسدس وقام جاي ضارب، ما ماتتش. اما قال لها اضربي، قامت اتخضت وقامت جايه رافعه المسدس وضربته، ما حصلش حاجه. قامت جايه منزلاه وهو خد المسدس وضرب، ما حصلش حاجه. الدور هي عليها دلوقتي ودي اخر طلقه. فبيديها لها كده اهوت وبيقول لها اضربي، دي اخر طلقه والدور عليكي، وريني هتعملي ايه. بس عاوز اقول لك على حاجه، انا كنت شخص كنت وحش جدا، كان فيا كل العبر، كنت بسرق، بعمل كل حاجه. ان لما شفتك اتغيرت جدا، بجد حبيتك من كل قلبي واتمنى ان انا اموت على ايدك. فقام جاي رفع عليه المسدس وقام قالت له انا بحبك، وقام جاي ضربه نفسها. فهو قام جاي واخد الطلقه وكده وقام جاي رافعها وقام قال لها على فكره ما كانش فيه طلق، بس بجد انا بحبك قوي، واللي انت عملتيه اثبتي لي قد ايه انت بتحبيني. فقالت له على فكره انا مش بحبك، انا بموت فيك. قام قال لها وانا بعشق امك. وقام جاي واخدها بالحضن كده وقام قال لها يلا نبدا العمليه. طبعا هما الاثنين بيكونوا متنكرين ومحدش عارفهم، وبيرموا كيس فيه حشرات والاطفال بتعمل دوشه وبيطلعوا يجروا، والظابط مالك بيلاقوا الحرف بتاعه كده وبيعرف اللي هم عملوا العمليه وجري. فهي بتكلمه وبتقول له انا اخترت ابقى مع الحرامي قد كلمته وراجل. فبيقول لها هجيبكم يعني هجيبكم. بياخدوا بعضهم وبيمشوا وهو بيراقبهم وبيعرف مكانهم، وبيروح هناك بيفضل يضربوا ببعض. وهنا الظابط حنبولي بيضرب طلقه فكلهم بيقفوا. فهو هنا بيقول له عاوز اسالك سؤال. فبيقول له انزل على الارض وارفع ايدك لفوق. فبقول له هسالك سؤال واحد. فبيقول له اتفضل. فقال له عمرك حبيت حد وطلع خاين؟ قام قال له يعني ايه؟ قام قال له انا حبيت واحده وطلعت كدابه جدا، مع اني كنت بحبها وبموت فيها، بس في الاخر طلعت خاينه وسلمتني. والدمعه بتنزل من عينه كده وهي بتطلع المسدس وبتضربه كذا طلقه. فبيقول لها ليه عملتي كده؟ ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ فبتقول له بجد ده اكتر واحد انا حبيته، ومش هستنى يقول عليا خاينه ولا يقول عليا اي حاجه. وبياخدوا بعضهم ويمشوا، وهي بتروح كده تفتح مكان اكل،
وبيكون شريكها مين بقى؟ الحرامي. على فكرة هو ما ماتش، دي كانت خدعة وهما الاتنين عاملينها، والخدعة الاكتر بقى بيكون مالك مراقبهم وعارف كل حاجة، فبيروح لهم كده والحرامي بيقول له خد كل حاجة دي سرقتها، بس بجد انا حبيتها بجد، وبجد عمري ما حبيت حد زيها. ففي زباين بتيجي تطلب حاجة فبيقول لهم ثواني والحاجة بتكون عندكم، فبيقول للحرامي على فكرة اللي انا كنت براقبه خلاص شخص مات، انما اللي قدامي ده شخص جديد، بس لو عرفت اللي انت رجعت تاني دلوقتي هتزعل مني. وهنا الفيلم بينتهي. عاوزك تقول لي ايه رايك في القصة، وعاوزك تقول لي اشتركت في القناة ولا لا، قناة اسمع فيلم، وقول لي ايه رايك. وما تنساش لو نفسك في اي فيلم قول لي عليه في الكومنتات، واشوفك في قناة اسمع فيلم.